جعفر الغريب ونتفاهم معاه. اهلا وسهلا فيك اخوي زين. نبدا عبد المحسن، نبدا بسيطه عن دورك في العمل. والله طبعا انا دائما اشكل عنصر الخير، وهذا عنصر الرباده والشر في المسرحيه. اي فهذا طبعا اخوي الكبير، بس ما اخذ تبت الخمول والكسل وعنصر الشر في المسرحيه تقريبا. بس طبعا شر مال يهال، يعني مو شر مال، وانا امثل عنصر الخير في العمل وكذي. فمن افضل الممثلين الموجودين، فدوري دور شرير انما يعني فيه طيبه، يحاول يعمل اعمال. يا اخي انت شكلك ما شاء الله ما يوحي غلط. لا مو ما يوحي انه انت انسان شرير. ما هو على المسرح لازم تمثل كذا شخصيه. هذا يعتبر بالنسبه لي دور جديد بالنسبه لي في المسرح، لانه ما يعني دور ما ادري ايش اقول، ما سويتها من قبل. وعاجزين حقيقه عن الشكر، واهلا وسهلا فيكم. ما نقدر نتحكي وايد عنها، نتمنى تجون تحضرونها تشوفونها ان شاء الله. شنو دورك علي؟ انا دوري دور الاب الطيب الماخوذ على امره، وانا والله اكسر الخاطر. ايش رايك يعني؟ ونحاول يعني نوجه الناس ان الطيبه هي المفروضه، ان التعاون هو المفروض، ان الانسان لازم يعتمد على نفسه. ولا بيلكم شيء من صباح رب العالمين. أعزائي المشاهدين، هذه الأيام تجرى بروفات مسرحية الكرة المضيئة على مسرح المعهد الثانوي الصناعي بمدينة الدمام، والتي ينوي قسم المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون تقديمها خلال الأيام القليلة القادمة. الحقيقة المشهد اللي شفناه قبل شوي كان جزء من المسرحية، وفي الدقائق التالية يسرني أن نلتقي مع بعض المجموعة المشاركين في هذه المسرحية. معنا أولا الأخ الزميل الأستاذ عبد الخالق الغانم، مخرج هذه المسرحية. حياك الله أخوي عبد الخالق. أهلا وسهلا، حياك الله. فرصة طيبة لنا نلتقي بك. الله يخليك. عبد الخالق، نعطي الأخوة المشاهدين فكرة مبسطة عن المسرحية. في الحقيقة العمل يعني يدور حول إنسانين، إنسان يعمل لأجل مصلحة الجميع، وإنسان يعمل لأجل ذاته. طبعا هذه من خلال الصراعات اللي راح تكون بيناتهم، وأيضا إضافات جديدة أضفناها في العمل، هو دخلنا بعض اللوحات التشكيلية، يعني راح تشاهدون عمل مسرحي تشكيلي في نفس الوقت يعني.